السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعين شمس. عارفة ان ليلة النصف من شعبان عدت خلاص، وكلنا عارفين ان الليلة دي اللي ربنا جبر فيها خاطر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحول فيها القبلة للمسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يطلع على خلقه في الليلة دي وبيغفر للجميع الا مشرك او مشاحن. عايزة اقف معاكم عند كلمة الا مشرك او مشاحن. طبعا كلنا بنحاول نصفي قلوبنا علشان مغفرة ربنا تشملنا، بس خلونا نكون واقعيين. المسامحة سهلة في خلافات عادية، كلمة زعلتنا، موقف عابر، خناقة مع جيران، دي اللي بنقول فيها يا بخت من قدر وعفا وسامح علشان ربنا يسامحه. لكن في حدود ربنا حطها، وفي كرامة، وفي عرض، وفي شرف. لو الخصام ده سببه طعن في عرض او خوض في شرف او اذى كبير مس السمعة، هنا الموضوع مختلف. ربنا عدل وما يرضاش بالظلم. المسامحة في الأمور دي مش ضعف، بس هي قرار شخصي، ومحدش يقدر يلومك لو فضلت شايلة من اللي جرح شرفك، لأن دي خطوط حمراء. أنا قصدي بالمشاحن هنا اللي قلبه مليان سواد من غير سبب، اللي بيخاصم علشان يقطع أرزاق أو يأذي الناس في عيشتهم. أما اللي بيحمي عرضه وكرامته فده حقه. بس حتى في الحالة دي حاولي تطلعي الغل من قلبك وتسيب الأمر لربنا. حسبي الله ونعم الوكيل، كفيلة تجيب حقك لحد عندك وانتي مرتاحة البال، عشان قلبك يفضل نضيف ويستقبل نفحات الليلة المباركة دي. يا جماعة لازم نفرق بين المشاحن وبين المظلوم. المشاحن هو اللي قلبه مليان غل وحقد بغير حق، اللي بيبدأ بالشر، اللي عايز يقطع الأرزاق. أما انت لو زعلانة علشان حد جرحك أو خان ثقتك أو أذاكي أذى نفسي شديد، فده اسمك مظلومة مش مشاحنة. ربنا ما يمنعش مغفرته عن مظلوم بيتألم، لأن دموعك دي غالية عند ربنا جدا، وبالذات بقى لو الوجع ده جاي من حد طعنك في عرضك أو شرفك. هنا بنقول ستوب. ربنا أمرنا بالعفو بس ما أمرناش بالهوان. انك ترفضي تسامحي حد نهش في سمعتك ده حقك الشرعي، والشرع ما يقولش عليكي مشاحنة. انتي بس واخدة موقف علشان تحمي كرامتك، فبلاش تأنبي ضميرك وتقولي انا ضيعتي على نفسي الليلة دي. ربنا عارف اللي في قلبك، وعارف انك ما كنتيش البادئة بالشر. وعايزة اقول لكم حاجة اخيرة من قلبي. انا زيكم بشر، بحس وبنجرح، وزي ما بكلمكم عن التسامح والسكينة لازم اكون صادقة معاكم. انا شمس قدام ربنا وقدامكم، بقول اني مش مسامحة اي حد طعني في عرضي او نهش في سمعتي او جاب سيرتي بالباطل. انا مسامحة في اي حق شخصي، مسامحة في اي كلمة عبرة، لكن العرض والشرف دول خط احمر، وانا سايبة حقي فيهم لربنا العادل. هو اللي هيقتص لي وهو اللي هيجيب لي حقي في الدنيا والاخرة. بقول كده علشان اعرفك انك مش لوحدك، وعلشان اقولك ان عدم المسامحة في الحقوق الكبيرة مش ذنب، ده حقك الشرعي. وربنا يريح قلوبنا جميعا ويخرجنا من الدنيا دي وقلوبنا سليمة. الحل ايه علشان قلبك يرتاح؟ طلعي الشخص ده من تفكيرك خالص. السواد اللي في قلبه يخص هو، لكن انتي خلي قلبك نظيف. قولي يا رب انا فوضت امري اليك، وانا مسامحة في حق النفسي علشان ارتاح، لكن حق الشرعي عندك انت لا يضيع. افصلي بين انك تسامحي عشان تعيشي، وبين انك تصالحي وترجعي العلاقات. مش لازم نرجع زي الاول، المهم نكون هاديين من جوه. يا رب يا من لا تضيع عنده المظالم، طمن قلوبنا. اللهم إن كنت قد كتبت في ليلة النصف مغفرة لعبادك، فاجعلنا منهم بصدق قلوبنا، لا بتمام قدرتنا على العفو. اللهم اكبر كل مكسور وانصر كل مظلوم، وافرغ علينا صبرا وسكينة تنسينا مرار الوجع. نحن عبادك الضعفاء، فارحمنا واقبلنا بقلوبنا المتعبة. في النهاية يا حبيبتي عايزة اقولك ان ربنا رب قلوب مش رب مظاهر. لو ليلة النصف عدت وقلبك لسه فيه جرح، فربنا مطلع على الجرح ده وهيداويكي. المهم ان نيتك دايما تكون الخير، وانك تطلعي اي سواد من قلبك علشان انت تعيشي مرتاحة، مش عشان حد تاني. استعد لرمضان بقلب مليان يقين ان حقك عند ربنا ما بيضيعش. يا رب يكون الكلام ده وصل لقلوبكم وطمنكم زي ما ريحني وانا بحكي معاكم. قولولي في التعليقات
لو انتي حسيتي قبل كده انك مش قادرة تسامحي وخايفة من ربنا، وهل كلامنا النهاردة ريحك شوية؟ شاركوا الفيديو ده مع كل واحدة قلبها وجعها ومحتاجة الطبطبة دي. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم وجبرت خاطرهم ونظرت إليهم نظرة رضا. يا رب صفي نفوسنا وبارك لنا في أيامنا اللي جاية، وبلغنا رمضان واحنا في أحسن حال. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان عيلتنا تكبر بيكم وليكم. كانت معاكم شمس، ودعواتي ليكم من كل قلبي بالسكينة والرضا. مع السلامة.